السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في القناة. معكم فاطمة الزهرة، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله فيديو جديد واقتراح جديد. وغير سمحوا لي غبرت عليكم هاد الأيام، فقط مريضة شوية ومشى ليا الصوت. يعني حتى هاد الفيديو ديال اليوم راه كندير الصوت بواحد الصعوبة، ولكن توحشتكم وقلت نطلع لكم بهذا الفيديو هذا اللي غادي نبارطاجي معكم فيه جوج ديال الوصفات للكوتي. كيكه ديال التفاح والكراميل اللي كتحضر في 10 دقائق وكتجي من اروع ما يكون. ودابا التفاح الوقت ديالو هادي، غير استغلوه وجدوها، راه غادي تعجبكم بزاف بزاف. وغنحضر معكم المخنفر بالطريقه ديالي بمكونات مضبوطه وناجح 100%، وكيجي خفيف كي الشهده. غير بقاو معايا وتبعوا الفيديو ان شاء الله غادي يعجبكم. ما تنساوش يا البنات تخليو واحد اللايك للتشجيع، وشكرا شكرا بزاف. على بركه الله. في المكونات ديال كيك التفاح كنحتاج جوج ديال التفاحات اللي متوسطين، اللي كنخليوهم بالقشره ديالهم، كنقيوهم فقط من الوسط وكنبداو نقطعوهم بهذا الشكل هذا. ضروري نقطعوه شويه رقيق، ما تخليوش غليظ، لان الا خليتوه غليظ غادي يدخل لكم في الكيك وما غاديش يجي باين وما غاديش المنظر ديالو زوين. عكس ملي كنقطعوه هكا رقيق كيجي معسل وبداك الكراميل يا سلام، وكيجي رقيق صراحه كيجي رائع بزاف. غادي نقطع دوك التفاحات، يعني جوج تفاحات متوسطين اللي غادي يكفاوني في هذه الكيكه هذه. ودابا التفاح يعني الوقت ديالو هادي، وراه الثمن ديالو رخيص يا البنات. غير حضروا به هذا الكيك، وإلا بغيتوا اقتراحات اخرين بالتفاح فقولوها ليا نزيد نبارطاجيهم معكم. هنايا بعد ما قطعت داك التفاح غادي ناخذ اي مول متوفر عندنا، المهم كما كان. من الافضل هكا نفرشوه بالورق ديال الطهي. هكا انا عندي هذا المول دائري، فقطعت الورق بشكل دائري ودرته، وغادي ندهنو واحد شويه بالزبده باش نضمنوا انه ما يلصق ليناش. بالنسبه لهذا المول هذا فالقطر ديالو 26 سنتيم، يعني غادي يعطيني واحد الكيك اللي كبير، ولكن ما غاديش يكون الارتفاع ديالو طالع بزاف. الا بغيتوا هذا الكيك يجيكم طالع بزاف فتقدروا ديروا غير ديك 20 سنتيم في القطر. مع ان يعني الكيك ديال التفاح كيبغي هكا يكون عريض اكثر وما يكونش طالع بزاف، باش كيجي بحال شي فطيره اولا شي طارت، فكيجي المنظر ديالو زوين بزاف. هنا بعد ما دهنت داك الورق مزيان بالزبده، ومن الافضل تكون شي زبده اللي مزيانه نوعيه جيده، كناخذ دوك الشرائح ديال التفاح اللي قطعنا وكنستفهم بهذا الشكل هذا. ستفهم يعني بالطريقه اللي عجبتكم. انا كيعجبني هكا نديرهم دائري على شكل وريضه. صافي اون فوا غنستفهم غندوز باش نحضر الكراميل. يعني هاد الكيكه يا البنات، داك المزيج ديال التفاح والكراميل والخفه ديال الكيك وواحد النسمه اللي غادي نضيفوها، صراحه كتجي خطيره. صدقوني الا جربتوها اللي دقا غيطلب لكم المكونات، يعني كتجي رائعه بزاف، مع انها بسيطه لا في التحضير لا في المكونات ديالها. صافي غادي نوزع دوك الشرائح ديال التفاح كاملين ونحضر الكراميل. يعني حتى كنديروا هذه الخطوه هذه عاد كنحضروا الكراميل ديالنا، لانه دغيا كيقصح، فما تحضروش قبل ما تكونوا وجدتوا يعني التفاح في المول ديالكم. دابا غادي نوضع هذا المول على جنب، وغادي ناخذ واحد المقلاة اللي غادي نوضعها على نار مهيله. النار يعني ضروري تكون مهيله. وغنوضع كاس الا ربع من السكر بهذا الشكل هذا، يعني تقريبا 100 غرام ديال السكر. في الاول ما كنقيسو ما والو حتى كيبان ليا داب من الوسط. يعني ضروري نخليوه يذوب راسو في المرحله الاولى باش ما يتحجرش لينا. يعني كيف كتلاحظوا ها هو داب دابا من الوسط. صافي غادي نجيب واحد الملعقه خشبيه بهذا الشكل هذا ولا سباتول، ونبدا نحرك. يعني كنحرك غير بشويه، وديما العافيه تكون مهيله باش كيذوب ليا. ما كيبقاوش هكا تكتلات ولا كيتحجر ليا في شي بلاصه. المهم خصو يولي شفاف. هنايا غير يذوب يولي شفاف بهذا الشكل هذا. غادي نضيف الماء، ضروري نديروا ليه الماء. يعني ما يمكنش نخليو الكراميل غير هكا غير بالسكر، لانه غيجينا قاصح فوق من التفاح ملي غادي نضيفوه. بالنسبه للماء فكنضيف في الاول جوج ديال الملاعق بهذا الشكل هذا. ومن الافضل الماء يكون سخون يا البنات. يعني انا كنت دايره حدايا واحد الكاسرونه كيغلي فيها الماء وضفتو سخون، باش منين نضيفو ما يتحجرش ليا، يعني دغيا يذوب ويندمج مع داك السكر. يعني ضفت 2 معالق كبار عامرين في الاول، وغادي نزيد مازال واحد الملعقه حتى ل2 معالق بهذا الشكل هذا. يعني تقريبا 4 المعالق كبار ديال الماء اللي درت مع هذا الكاس الا ربع من السكر. وغادي نخلط مزيان بديك الملعقه الخشبيه حتى ما كيبقاوش لي هكا كيبان ليا كاع شي تكتل ولا شي حاجه. يعني كيبان ليا الكراميل شفاف، واخا داير الفقاعات ولكن شفاف. صافي راه كيكون واجد معنا. يعني هو ضروري مع درنا ليه الماء كيبقى يدير الفقاعات بحال هكا، ولكن نتوما ملي كتكونوا كتحركوا راه كيبان لكم يعني ما متكتل ما حتى شي حاجه. صافي كنطفي عليه النار وكنزولو من فوق النار. يعني الكراميل بهذا الشكل هذا كيجي رائع بزاف، ومع داك التفاح كيجي خطير. صافي غادي نزولو دابا من فوق النار. يعني راه واجد كيف كتلاحظوا راه شفاف وخفيف بزاف. يعني واخا كيبان لكم كله فقاعات، ولكن هذا هو
القوام ديالو ملي كنديروا ليه يعني الماء. فكيكون بهذا الشكل هذا. غادي نجيبو مباشره نخوي فوق من داك التفاح، يعني سرعوا في هذه العمليه لانه دغيا كيجمد. غادي نخوي بهذا الشكل هذا، نحاول نوزعو. يعني انا ما بغيتش نكثر، درت غير كاس الا ربع من السكر. الا بغيتو تكثروها تقدروا ديروا كاس عامر ديال السكر، ولكن يعني هكا كيجي هو هذاك. صافي بعد ما كنخوي كنخلي هذا المول على جنب وكندوز نحضر الكيك. هنايا في واحد الاناء غادي ناخذ رشه من الملح، وعندي جوج ديال البيضات اللي يكون الحجم ديالهم كبير. غادي نضيف حتى واحد الساشي ديال الفانيلا اولا سكر بنكهه زهره البرتقال، يعني اللي متوفره فيهم. يعني الزهر صراحه كيعطي واحد النسمه رائعه، ولكن الا ما كانش ممكن ديروا غير الفانيلا. وضفت نص كاس ديال السكر، وغادي نطرب هاد المكونات هادو مزيان مزيان، يعني حتى كيتفتح اللون ديال الخليط وداك السكر كيذوب. عاد غادي نضيف كذلك الزيت، عندي نصف كاس من الزيت، وغادي نخلط مره اخرى. يعني غنخدم فقط بالطراب اليدوي، وما شاء الله الكيك كيجي خفيف بزاف، كيذوب ذوبان يا البنات. صراحه هاد الكيكه من اروع الكيكات عندي، ودابا خصوصا هكا في فصل الخريف كيكون يعني التفاح موجود، فكنحضرها بكثره، يعني تقريبا يوميا كتنفع هكا للكوتي. هنايا ضفت نص كاس اخر ديال الحليب، يعني نص كاس الزيت نص كاس الحليب، وغادي نطرب مزيان. وغادي نطرب هادشي مزيان حتى كيندمج المكونات. عاد غادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق فضفت كاس من الدقيق في الاول، وغادي نخلط مزيان بهذا الشكل هذا. حتى كندخل ديك الكميه ديال الدقيق. عاد غادي نزيد مازال نص كاس ديال الدقيق. يعني هاد الكيك هذا كيدخل كاس ونص ديال الدقيق 150 غرام. وضفت ساشي ديال خميره الحلوى من وزن 8 غرام، وغادي نحاول نطرب مزيان مزيان، يعني حتى ما كيبقاوش هكا الحبيبات ديال الخميره. انا صراحه كنخدم الخليط مزيان، فما كنحتاجش انني نغربل الخميره في الاول. الا خفتو تحبب لكم فغربلوها من الافضل. وهنايا غادي نضيف واحد الملعقه صغيره مع مرش ديال الخل، كيعطي واحد الخفه للكيك. الا ما كانش الخل ممكن تعوضوه بعصير الحامض، يعني تقريبا غير واحد الملعقه صغيره. وغادي نخلط الكل جيدا بهذا الشكل هذا. يعني حاولوا دائما ملي كتضيفوا الدقيق تخلطوا مزيان مزيان حتى كيبداو يبانوا لكم هكا فقاعات كبار في الخليط. فديك الساعه تاكدوا ان الكيك ديالكم غيجيكم خفيف بزاف. يعني القوام ديال الخليط كيكون بهذا الشكل هذا. صافي غادي ناخذ دابا داك المول اللي كنا ديجا درنا فيه التفاح والكراميل، وغادي نخوي فوق منه مباشره هذا الخليط هذا. ونحاول نقادو بواحد السباتول. الفران راني شعلته كيسخن، ضروري نشعلوها كيسخن من قبل، يعني غير واحد 5 دقائق هكاك. غندخل الكيك ديالي نار مهيله يا البنات، ضروري النار تكون مهيله باش الكيك باش داك الكراميل ما يتحرقش والكيك يطيب على المهل ويجينا هو هذاك. الا كان عندكم فرن كهربائي فشعلوا عليه من الفوق ومن التحت، يعني وخليوه يطيب على 170 درجه. ولا كان فرن الغسيل كتشعلوا ليه غير من التحت كيطيب على عافيه مهيله حتى كيبان لكم هكا تذهب من جناب. ديك الساعه تقدروا تشعلوا على وجهه واحد 3 دقائق ياخذ واحد اللون ذهبي وتخرجوه. يعني تقريبا لو ماكسيموم راه خدايا واحد 40 دقيقه في الطهي ديالو. دخلته كيطيب. هنا دزت كنحضر معكم المخنفر. عندي ملعقه كبيره ديال السكر، وملعقه كبيره ديال خميره الخبز الخميره الفوريه، وربعه ديال الكؤوس ديال الماء اللي يكون دافي. عبرت لكم بالكاس ديال العنبه، يعني 4 ديال الكؤوس بالضبط. غنخلط واحد شويه داك الماء اللي دافي مع السكر والخميره باش كتفاعل ديك الخميره مع السكر وكيذوبوا في الماء. عاد كنضيفوا بقيه المكونات. يعني هنا درت في هذا الاناء اللي كبير باش يلاه يكفاني. هنا كنضيفوا بيضه واحده وكنعاودوا نخلطوا مزيان. يعني هذا المخنفر راه مكوناته مضبوطين، اللي ما كينجحش معاها غير تبعوا بالطريقه ديالي، انا متاكده ما يبقاش يخطاها من الدار. صراحه كيجي رائع بزاف. هنا بعد ما خلطت مزيان ضفت ديك البيضه، ضفت كاس ديال الدقيق اولا 100 غرام ديال الدقيق، وخلطت مزيان مزيان يعني حتى ندخل داك الدقيق في الخليط. عاد غادي نضيف الفينو اولا هو السميد الناعم ولا الدقيق القمح سبيسيال اللي كنعجنوه في الخبز. غادي نضيف 3 ديال الكؤوس يكونوا عامرين. يعني ضفت الكاس الاول الثاني والثالث، يعني في المجموع ديال عندنا 3 ديال الكؤوس ديال الفينو وكاس ديال الدقيق. صافي وغادي نخلط هادشي مزيان مزيان. يعني ضروري نخلطو هكا غير بالطراب قبل ما نطحنوا المكونات.
في هذه المرحله غادي نضيف واحد راس معلقه صغيره ديال الملحه وخلط. وغادي نضيف خميره الحلوى، عندنا جوج ديال لي ساشي ديال خميره الحلوى. وغادي نخلط عاوتاني هذا الشيء، وغادي نضيف واحد الملعقه صغيره ديال الخل في الاخير. صافي البنات، الخليط كيكون بهذا الشكل هذا. يعني ملي كتخدموه بالطراب راكم كتاكدوا ان القوام هو هذاك، ان المكونات اللي درتو هما هذوك. يعني ما كتخافوش منه، بحال الا مثلا درتو كلشي طحنتوه في دقه واحده فيقدر يجيكم خفيف، يقدر ما يجيكمش هو هذاك. المهم ديروا المكونات كما هما، خلطوهم واحد شويه بالطراب، عاد ديروهم يا اما في الكاس العصير ولا في الاله الهشوار. يتطحنوا غير 2 دقائق، يعني طحنه وحده، ماشي نبقاو نطحنوا ونتوقفوا، طحنه وحده صافي. وكنتوقفوا بهذا الشكل هذا، يعني لاننا كنكونوا طربنا في الاول فما كنحتاجوش نطحنوا بزاف. يعني هذا هو القوام ديالو، طحنتو 2 دقائق ما كاملينش في الاله الهشوار، كيكون بهذا الشكل هذا. صافي غادي نرجعوا في هذا الاناء هذا ونغطي عليه يخمر. يعني تقريبا كياخذ ليا دابا الجو مازال سخون، كياخذ ديك 30 دقيقه. ملي كيكون الجو بارد راه حتى ل 40 حتى ل 45 دقيقه. هو كيبغي شويه يخمر اكثر من البغرير، يعني خصو يخمر مزيان. عاد نطيبوه باش كيجينا هكا بحال البطبوط، كيجي بحال الشيال، المهم كيجي خفيف بزاف. هنايا البنات بعد ما دازت واحد 30 دقيقه لقيتو خمر بهذا الشكل هذا. يعني غير يولي لكم بحال هكا تضاعف الحجم ديالو وداير الفقاعات وهذا. صافي دوزو طيبوه، ما تخليوش عاوتاني يفوت فيه الاختمار. يعني هذا هو الشكل ديالو، وهكا خصو يكون. يعني هذه المرحله ديال الاختمار المناسبه. غادي ندوز دابا باش نطيبو. يعني هذا المخنفر، هذا الخليط ما شاء الله راه كيخرج واحد الكميه كثيره، خصوصا الا طيبتو هكا في مقلاه اللي تكون صغيره. انا غادي ناخذ هذه المقله اللي كبيره شويه، يعني القطر ديالها 20 سنتيم، يعني غتخرجوا ليا كبارين. نتوما الا درتو مقله صغيره غتخرجوا عدد حبات اللي كثير. في الاول كندهن بشويه ديال الزيت بواحد البانسو، ولا كنرش هكا شويه الزيت صافي. وكندير القياس ديال الخليط، انا درت 2 ديال المغارف كبار لان المقله كبيره بهذا الشكل هذا. والنار يا البنات تكون متوسطه، يعني ماشي مهيله قريبه طفى وماشي عاوتاني مجهده، متوسطه. دغيا كيبان لكم هكا نشف من الجناب شويه، كيبدا ينشف يعني حتى كيبقى ليه الجناب كيكونوا ناشفين، يعني كيبقى غير الوسط. هانتوما تشوفوا معايا ديك الساعه كنقلبوه. يعني كنقدروا نهزوه هكا بسباتول من التحت ونشوفوه الا لقيناه محمر، ديك الساعه كنقلبوه. لاننا ما خصناش نتسناو حتى ينشف كامل. في هذه المرحله يعني غير كيبان لي نشف من الجناب كنرش عليه شويه ديال الزيت. ضروري نرشوه بشويه ديال الزيت، يعني عاد نقلبوه. ودابا غادي نقلبوه، هانتوما هزيتو لقيتو محمر من التحت صافي غادي نقلبوه بهذا الشكل هذا. ملي كنقلبوه ما كنقيسوش في الدقيقه الاولى لانه كيكون لاصق على المقله، ولكن غير كتفوت ديك الدقيقه كنقدروا نحركوه كما بغينا. يعني نقدروا نقيسوه هكا ونقلبوه فيه، وراه نقدروا نرجعوه حتى على الجهه الاخرى يزيد يتحمر. صراحه انا المخنفر كيعجبني يكون محمر، يعني يجي هكا بحال الشيار ولا بحال البطبوط، ما يجيش ابيض. فكنحمرو مزيان وراه كيجي زوين بزاف، كيجي هكا مسفج وخفيف ومحمر وطايب على حقه وطريقه. يعني كيجي رائع بزاف. وصراحه وليداتي كيفضلوه هكا على الشيار ولا على البطبوط. وانا كيبقى لي يعني اسهل هو من اي حاجه اخرى، لان مثلا البطبوط ولا الشيار كنعجنو كيشد لينا الوقت، اما هذا من اسهل ما يكون. صافي طيبت هذيك الاولى، عاوتاني رشيت المقله بالزيت. غادي نعاود عاوتاني نخوي الخليط مره اخرى بهذا الشكل هذا. يعني دغيا طيبتهم يا البنات. يعني هاد الوقيته راه الكيك تا هو طاب، راني جبدته خليته هكا كيبرد شويه على جنب. يعني حضرت الكيك والمخنفر في وقيته وحده وبسرعه، صراحه ما داو لي حتى ساعه الوقت. يعني نوجدو قوت دايزو الكلام سواء لينا ولوليداتنا او لا حتى الضيوف ولا الا جاونا هكا شي ضياف على غفله. قوتي بنين وسهل مهل. صافي خليتها البنات تنشفات من الجناب، رشيت عاوتاني شويه ديال الزيت على وجهها، وغادي نعاود نقلبها بنفس الطريقه. دائما هزوها هكا بواحد شي حاجه هكا سباتول ولا شي اداه، وشوفوا الا لقيتوها طايبه من التحت صافي قلبوها. يعني ما تسناوش عليها حتى تنشف لكم من الفوق، يعني ضروري نقلبوها وهي مازال ما طايباش من الفوق بهذا الشكل هذا. صافي البنات، هنايا غادي نكملهم في الطياب. هنايا راني شعلت على واحد الكاسرونه، درت فيها شويه ديال الزبده الذوب، الزبده البلديه، باش ندير معها شويه العسل. صراحه المخنفر كيبغي الزبده والعسل، وممكن تقدموه حتى مع زيت الزيتون اللي ما كيبغيش الزبده والعسل. صراحه مع اي حاجه ما قدمتوه كيجي زوين، مع املو، مع دهنو حتى الوليدات الشكلاط، يعني اللي بغيتو. ولكن انا كنفضلها كنديرو مع الزبده والعسل، كيجي بنين بلا قياس. صافي درت ديك الزبده كذوب، وبقيت كنكمل هاد المخنفر ديالي. وغادي ندوز باش
نديمولي معاكم الكيك تشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي داك الكراميل دايب على التفاح. يا سلام ما شهيتكم فيه. ضروري تحضروا هاد الوصفات ديال اليوم وقولوا لي يا البنات واش بغيتوا نزيد نبقى ننزل لكم بحال هاد الاقتراحات هادو للكوتي. واخا صراحه ما كنلقى شي تفاعل كبير ملي كننزل لكم هكا اقتراحات للغداء او للعشاء، ولكن الا كان الطلب ديالكم بغيتوا انني نبقى نشارككم بحال هاد الاقتراحات هادو فما غاديش نبخل عليكم اكيد وغادي نلبي الطلب. يعني كيف كتلاحظوا يا البنات انا كيعجبني نحمرو مزيان، يعني الا لقيتو ما محمرش كنبقى نقلب فيه حتى كيتحمر. وشوفوا الشكل ديالو، يعني هنا راه ما مدهون ما حتى شي حاجه، عاد طيبته ما شاء الله كيفاش كيجي. غنخليه حتى يبرد شويه عاد ندهنو بديك الزبده والعسل. وهنا الكيك ها هو خرجته يعني قبيله من الفران وخليته حتى برد، هنا راه برد. وديموليتو بهذا الشكل هذا، راه كيديمولا بكل سهوله وراه كيجي خفيف بزاف. غادي نقلبوه في صحن تقديم صافي وغادي نزول المول وغادي نزول داك الورق. يعني الورق كيساعدنا بزاف يا البنات انه ما يلصق ليناش نهائيا داك التفاح في المول. صافي غادي نزولو بهذا الشكل هذا. وشوفوا ليا ما شاء الله داك الكراميل كيفاش كيجي دايب على داك التفاح، صراحه كيجي من اروع ما يكون. والتفاح كيجي معسل ولذيذ، ويعني داك الكميه ديال الكراميل مع داك السكر، يعني درنا غير نص كاس في الكيك راه كتجي الكيكه معتدله، يعني ما كتجيش حلوه نهائيا. هنا كاضافه يعني هاد الخطوه تقدروا ما ديروهاش، شويه ديال اللوز كونكاسي اللي محمر زينت به بهذا الشكل هذا. مع ان الكيك صراحه كيجي مزيان راسو براسو، يعني غير بداك التفاح وداك الكراميل راه كيجي خطير في المذاق. صدقوني عرفتو كلاوها يعني غير حطيتها كانت كامله. نتوما غير جربوها انا متاكده ما يخليو منها حتى شي طريف. هنا كاضافه جبت هاد الصوص ديال الكراميل غنديرها هكا فوق من داك اللوز كونكاستي باش حتى هو ما يجيش ناشف ويجي هكا فازق بديك الصوص. يعني هاد الخطوه اختياريه صافي. وغادي نقدم معكم هاد الكيك هذا وهاد المخنفر اللي حضرته معكم اليوم. وسمحوا لي يا البنات على الصوت ديالي راه صراحه مشى ليا وما بغاش كاع يرجع ودارني النيت، ولكن يعني كنحاول انني نمونطي لكم هذا الفيديو هذا. شوفوا ما شاء الله هذا الخير. المخنفر درت ليه شويه ديال الزبده والعسل. داك الكيك غنقطعو معكم كيجي يا سلام. ضروري ضروري تجربوا هذا الكيك، صراحه راه من اروع الكيكات اللي نزلت لكم. يعني صراحه كيجي رائع بزاف. وحتى المخنفر يعني اللي ما كينجحش معاها اولا كدير شي طريقه اخرى فتجرب الطريقه ديالي غيولي عندها بحال شرب الماء. شوفوا لي داك الكيك يا البنات كيفاش كيجي خفيف، والكيك كيجي قليل، يعني ما كيجيش داك الكيك الكبير والتفاح قليل. هذا يعني الكيك حدو والتفاح حتى هو حدو، يعني كيجي بحال شي طارد. كنتمنى تكونوا فهمتوني. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي، والكيك الخفه ديالو يا سلام، وداك التفاح معسل من الفوق والكراميل. روعه روعه يا البنات، ضروري تجربوه. شوفوا لي التعليكه شي حاجه اللي الطوب ديال الطوب صراحه، ما عندي ما نقول حتى تجربوا وتحكموا. وداك التفاح يعني واخا كنديروه بالقشره ديالو راه كيجي كلشي معسل وكلشي كيدوب في الفم يا سلام. وداك المخنفر ديالنا شوفوا كيفاش كيجي حتى هو. بالنسبه للمخنفر يا البنات راه ممكن طيبوه وديروه هكا في الكونجيلاتور الوقيته اللي احتاجيتوه كتجبدوه وتسخنوه، راه ما كيطرى ليه والو، كيجي بحال عاد صايب حتى هو كيجي خفيف بزاف. ما بقى لي الا نقول لكم شكرا على المتابعه وخليتكم على خير، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.